السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم طول أعماركم بتكلم عن أبو زيد الهلالي وعن علياء وعن عزيز ابن خاله. طبعا أبو زيد الهلالي يوم كان في تونس الخضراء أرسلت له علياء قصيدة وقالت إنها مريضة، ومن ضمن قصيدتها تقول: أبو زيد لولا البحر بيني وبينك جيتك على وجن من الهجن حايل 8 سنين ما مس هضنا، ولا دارها الجمال بين العدايل، لكن بنات البدوي مش طنديلها على ثومة العرقوب غادنها مايل، لكن صرير المرء من تحت خفها صرير خلقته في محكمات الحبايل، لكن يد البدر وماي راسها واندرهمت في حاميات القوايل، لكنها بالحزم الأدنى نعامة بالحزم الأقصى من دقاق الزوايل، غزلية المقدم جمالية القفا هي شغلكم يا راكبين الرحايل، يبيعون ما باعوا ويشرون ما شرى ولا غبنا إلا بالنضا والحلايل. في مصرة قصيدة لأبو زيد قرر أبو زيد إنه يروح العليا، وبدأ يبحث عن اللي يروح معه. دور ما حصل أحد، كل ما كلم أحد من شباب بني هلال عي يروح معه. قال عزيز بن خاله أنا اللي بخاويك، ومشوا هو يا عزيز، ومشوا لين وصلوا ديار عليا، وقابل عليا وجلس في ديرة عليا 5 أيام. بعد ما رجعوا من عند عليا ذبح مضمة هم ركايبهم ما حصلوا ماء، ومشوا لين حصلوهم ذاك البير اللي ما حد قد مرها ولا حد جاهلها سنين ما حد مرها، فقرروا انهم يشربوا من البير لانهم عطاش والهجن حقتهم عطاش. فقال ابو زيد الهلالي ميد عزيز: تنزل يا عزيز ولا انزل انا؟ قال عزيز انا اللي بنزل. فنزل عزيز في البير وبدا يميح الماء في الدلو، وبدا ابو زيد يسحب الماء ويصب للركايب ويشرب ابو زيد. في هذه الاثناء ظهر عليهم ثعبان، حاول ابو زيد يذبحه وطاح في البير الثعبان، وخذ شوي ليسمع صوت ونه. فقال ابو زيد: سمعت منك يافة الجود ونه، عساك منها يافة الجود سالم. فرد عليه عزيز بن خاله وهو في البير: انا سالم من هولاني بسالم والراس ما تطوى عليها العمايم، انا سالم لو مزرق الناب صابني ضربني بنابه واتقى بالردايم، انا خايف يا خال هذه منيتي ومن رافقك يا خال ما رد سالم، حلفت انا لرويك واروي ركايبك وخلي يلمع من على الحوض عايم. فيقول ماني بطالع اني انسي ركايبك. شرب ابو زيد وشربت الركايب وقال احتزم بالحبل، فقال له ابو زيد: يا ولد قم خم الرشه واحتزم به، خل ظهرك عن بير فيها الصمايم. فطلعوا يوم طلعوا ابو زيد وانه منتي ما عاد وراه شيء، السم قد شرب جسمه قد. فقام ابو زيد يون وقام يبكي على عزيز، وقال عزيز لابو زيد: يا خال خل الدوح والنوح خله، واعمل بقبري يا عطيب الضرايب، خل قبري في راس عيط طويله وسيفي ورمحي يحطه اللي نصايب، غدا بنات الهلال يجني غدا بنات الهلال يجني ويجدن على قبري بروس الدوايب، ودعتك يا خال ورعن صغير يلعن مع الصبيان وابوه غايب، حذراك انا يا خال عن ضربه العصا، حذراك انا يا خال عن ضربه العصا، او نزرة تود عقليبه حطايب، وقل بنت امي تغطى وتستحي لا جو لها، قل بنت امي تغطى وتستحي لا جو لها الوراد فوق النجايب، قل بنت العم ترحل لحلها حرم عليها اليوم شوف الحبايب. المهم قال هذه قصيده، وتوفى عزيز بن خاله وقبره ابو زيد، وتمثل فيه ابو زيد بابيات. يقول ابو زيد: دفقت على قبر الهلالي قربته وخليتها تسكن رياض المجادر، وحطيت على قبر الهلالي جوخته وتركتها تدري عليها الهبايب، وحطيت على قبر الهلالي فتخته في موقع نشوفها كل صاحب، وعلقت على قبر الهلالي بكرته وخليتها تتعب حول النصايب. ورجع ابو زيد لتونس الخضراء. يوم جاء هناك قيل انه قابله ولد عزيز وقيل انها اخته، وسالوه عن عزيز، قالوا: وين عزيز؟ فقال لهم ابو زيد: عزيز في البصره يبيع ويشتري، ومن طول الغابات جاب غنايب، لابد منها ما يلفي بحجمه ويطرح عليها ملحون العجائب. فرد عليها الولد قال له: عزيز بالبصره لفتنا، قال له: عزيز بالبصره لافي بحجمه، ما كان ابو زيد عنها ابو غايب، ولو عزيز حي جتنا علومه مع الطير ولا ذاريات الهبايب، لكن عزيز صف قلبين دونه وعزي لمن هالوا عليها الترايب، لو عزيز حي جانا كتابه ولا مارية المقتول غير الكتائب، يا مهرة المجرم كوني جنيبه من بعد ما كانت عليك الجنايب. عرف الولد ان ابوه انه مات، فراح ابو زيد ما علمهم، ما قال لهم شيء، جلس اليوم الاول وجلس اليوم الثاني، فقامت في حرمة تدور حول البيوت، قيل انها من خواته قيل انهم. فقام ابو زيد كل ما يقوم من بيته يحصل حرمة تدور عنده في الليل، قيل انها اخت عزيز بن خاله وقيل انهم.
فرد ابو زيد قصيده، منهم يعلمهم بالطرقه حقته ومنهم يعلمهم في عزيز بن خاله نتوفى. يقول ابو زيد الهلالي سلامه، طيرنا بحكم بقلب المخالب، من البعد والفرق يا ما صابنا كحا شخصا فرقوها الحبايب. كتب على صدره مسائل كثيره، خيام وسلطان وقاضي ونايب، لابد من قاضي يشرع الحكم بيننا ويبين للمظلوم لها الغلايب. تعذبني بالبعد والبعد خيبه، وان طال عمر المرء شاف المتاعب. رحنا جدا عليا 80 ليله، ما كانها عندي 8 قرايب، 20 وحنا في بلاد المعزه، و20 وحنا في بلاد الغرايب، و20 وحنا نلطم العيس بالعصا، و20 وحنا في ظهور الركايب. ليله وفى 90 وحنا ضوينا، والهجن قدهن قاسيات تعايب. وتب لها ولد الهلالي وجابها، على ضوء القمر تجري بخيط القطايب. وبتنا وبات الطيب ينثر بيننا، ويا محلى الاطياب بين الحبايب. يحدي بن المقدور ليله زواجها، والاشوار منها مغطيات وصايب. و5 ليال وحنا بديار عليا، ولا تنفع الاحذار ونحل نايب. 5 ليال وحنا بديار عليا، ولا تنفع الاحذار ونحل نايب. انا خفيتنا الليل والليله الاخر وشافنا، انا خفيتنا الليل والليله الاخر وشافنا على المكتوب اللي بالكتايب. يعني يقول انا خفيت عنهم الليله واللي بعدها ما ينفع. وشمنا على وانا خفيت انا الليل والليله الاخر وشمنا على المكتوب اللي بالكتايب. سمى عجوز السوء تعس بيوتنا كذيبه عست بزرب العزايب. قومي يا بيضه من ورا البيت واندبي، قومي يا بيضه من ورا البيت واندبي. قولي غدا منا مزموم الركايب، عزيز اللي سقى من المرفيقه، لا غبت الغدر خشوم الشعايب. قومي يا بيضه من ورا البيت واندبي. قولي غدا منا مزموم الركايب، عزيز اللي سقى من المرفيقه، لا غبت الغدر خشوم الشعايب. عزيز يكفي ليضوتنا مصيبه، من هو حضر منا ومن كان غايب. عزيز اللي ما يلحق العود منكبه، لو كان هندي عزيز اللي ما يلحق العود منكبه، لو كان هندي من طوال الشطايب. ماتوا على قبره دفنت قربته، وخليتها تسقي الاراضي الجدايب. حطيت على قبر الهلالي جوخته، وتركتها تدري عليها الهبايب. كسرت على قبر الهلالي خاتمه، في موقعني خايله كل لايب. وعقرت على قبر الهلالي ناقته، وخليتها تتعب حول النصايب. وسلامتكم ان شاء الله، طول اعماركم. نجيب لكم قصه تغريب بني هلال باذن الله الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله.